السلام عليكم ورحمة الله، شلونكم؟ إن شاء الله تكونون بألف خير وصحة وعافية. اليوم راح نسوي القيمة العراقية مثل ما تعلمتها من أم زوجي، يعني الله يحفظها يا ربي. هي طبخها كلش طيب. أنا أول ما تزوجت بصراحة كنت مو كلش أعرف أطبخ، بس الأكل العراقي التقليدي مالتنا تعلمته من عندها، يعني أنواع التاتشينة وأنواع المروقات قمت أطبخ مثلها، بس الدولمة لا أطبخها مثل أمي. فاليوم راح نسوي القيمة مثل ما تعلمتها من عندها. عندي هنا كيلو من الحمص الخشن، فنقعت الحمص من الليل، وهسه راح اتركه ليلة كاملة يتنقع. مجرد نقعته بالماء، ما خليت له لا بيكنج صودا ولا اي شيء، فقط بالماء. هذا هو شكله. ثاني يوم الصبح شوفوا شلون صار، ضاعف حجمه. طبعا كبيت مايه وغسلته كل زين. وهنا عندي فخذ مال خروف، بس هذا مو فخذ كامل. هو بالقيمة يفضل انه نطبخ اللحم والحمص يكونون مقادير متساوية، يعني كيلو لحم كيلو حمص هالشكل تكون يعني مضبوطة. بس اني هنا عندي فخذ اللحم مو كامل، فجبت بعد قطع من عندي وخليت هالقطع همين يكون بيها ليا. كل ما تكون القيمة دسمة كل ما تكون أطيب. فهنا عندي هاي قطعة فخذ الخروف، سويت بيها شقوق بهالشكل. طبعا ما قطعت اللحمة لأن أريد الألياف مال اللحم تكون عندي طوال، حتى تكون القيمة نسميها علوشية أو علوشة، يكون بيها هيجي مضغة وتكون بيها ألياف. هي هاي علامة الجودة مع القيمة. هسه نبدي نحمس البصل، يمكن تقريبا حبتين كبار من البصل، ثارمتهم ناعم. راح أحمس البصل إلى أن يذبل، بعدها أضيف فوقه اللحم، قطع اللحم الغنم. راح أقلب البصل ويا اللحم، بعدين راح أضيف عليه شوية كاري، هاي بس على مود النكهة وعلى مود همين لون التشريب يصير حلو. بعد ما حمست اللحم ويا البصل كل زين، ضفت له الكاري، نزلت فوقه كمية الحمص المنقع، وخليت همين غمرت الجدر بالماء. طبعا ما راح أطبخه بجدر الضغط لأنه الكمية هواية وجدر الضغط عندي صغير، فراح أطبخه تقريبا 4 ساعات. أنا من الصبح بديت أسوي القيمة الساعة 7، خليتها على النار فتركتها ل11 أو الساعة 11 ونص، طفيت جواها. شوفوا هسه شلون صارت. هاي بعد مرور 4 ساعات ما شاء الله، يعني اللحم انهرس. فهنا دا أشيك كل قطع اللحم أشوفها مهروسة لو لا. وهنا راح أخذ الحمص همينة أختبره، راح أمرد وحدة. شوفوا شلون انمردت بسهولة، يعني خلاص كله استوى. هسه راح أشيل الحمص واللحم همينة حتى أصفي اللحم من العظام، يعني أصفيها كل زين، أخاف أكو عظام همينة ناعمة، كلها راح أشيلها. حتى أدقهم اثنينهم، الحمص ويا اللحم. طبعا طريقة القيمة تختلف من بيت لبيت ومن محافظة لمحافظة. كل محافظة تطبخها شكل، كل بيت يطبخها شكل. وأكو ناس همين حتى راشي يضيفوا لها، شايفة أكو هواي ناس يضيفوا لها إضافات ثانية. أنا هاي راح أطبخها على الطريقة اللي تعلمتها، ويعني ما يشبع من عندها، كلش طيبة. بس طبعا ما تجي مثل طعم ونكهة القيمة اللي يطبخوها بالمواكب، تصير هيك بيها نكهة خاصة. شوفوا هسه هاي كمية العظام اللي طلعتها من اللحم كلها، ما بقى بها ولا أي عظماية، تأكدت كل زين من عندها. هسه راح أبدي بهاي المهراسة مال بوتيتا، أهرس الحمص ويا اللحم، بس راح أبقي حبات من الحمص، يعني ما راح أهرسها كلش ناعمة تصير، لا، أحب أبقي بيها هيجي حبات من الحمص. طبعا اكو ناس يدقوها بالقلاص، اي شعب القلاص، اكو يدقوها بالهاون. يعني اي اداة متوفرة عندنا نستخدمها. هسه رجعت شلت اللحم والحمص اللي دقيته فوق تشريب اللحم، وراح املح، لان لحد الان اني ما حاطه لا ملح ولا اي نوع بهارات للقيمة، مجرد الكاري اللي ضفته بالبداية. فضفت كمية زينة من الملح لان اني حاطه كيلو حمص، وضفت همينة الهيل المطحون والدارسين المطحون، وأهم شي بالقيمة اللي هي النومي بصرة المطحونة. طبعا أنا طحنتها بإيدي. طبعا قبل ما أضيفها فوق القيمة ضقتها،
يعني قلت أخاف بيها مرورة حتى ما تخرب لي طعم القيمة كله. فضفت همينة فلفل أسود وبس. هي هاي البهارات اللي ضفتها والمنكهات للقيمة. بعد مثل ما قلت لكم كل بيت وكل محافظة يضيفوا لها إضافات ثانية. هي الهيل والدارسين والنوم بصرة والفلفل الأسود فقط يعني أضيفها للقيمة. طبعا هنا بدأت الروائح مع القيمة تبين، بس ضفنا لها نوم بصرة. هسه على صفحة راح أضيف زيت، كمية زينة من الزيت، وراح أضيف تقريبا 3 ملاعق معجون طماطة. طبعا من كثر معجون للقيمة لأنه احنا حاطيلها هواي نوم بصرة، والمعجون راح ينطيها حموضة قوية للمرقة، يعني حتى لا يصير طعمها كلش مبالغ بيه. وهنا اكو ملاحظة مهمة، اكو ناس تضيف المعجون هو وني هيجي مباشرة فوق المرقة، بس اني لا، احمسه بالحمس. المعجون من ينحمس بالزيت وهيجي يتغير لونه وتطلع ريحته، ينطي نكهة كلش طيبة بالمرقة. فالمعجون أنا ما أضيفه ني مباشرة فوق المرقة، إلا أحمسه يلا أحطه فوق المكونات. فهسه راح أقلب كل زين حتى ألابس اللحم لأن شوي كان مكتل، حتى ألابس المكونات والمعجون همين يذوب. وخلاص راح أتركها تتهدر على نار هادئة لمدة تقريبا ربع ساعة أو نص ساعة بين ما أروح أطبخ التمن. طبعا القيمة ما تكمل إذا ما نسوي وياها التمن المهيل اللي يكون لونين أبيض وأصفر. فأول شي خليت زيت، راح أطبق اليوم التمن ما راح أبزله. فخليت زيت بالطاوة، شوية حمى زيت، بعدين ضفت فوقه تقريبا 4 أكواب مي، وخليت كمية زينة من الملح، وخليت كمية زينة من الهيل المطحون طبعا. فهنا عندي التمن تقريبا 4 أكواب مغسول ومنقع تقريبا ساعة كاملة. فصفيت التمن كل الزين من المي بالمصفي، وضفته فوق المي المهيل. هنا تركته على نار عالية ينشف المي مالته، بعدين نصيت النار على أنصى شي، وضفت فوقه خليط عبارة عن نص كوب مي ويا شوية من صفار الزعفران. طبعا من أضيف صفار الزعفران ما أقلبه نهائيا، راح أتركه يتهدر ويستوي على راحته. بعد ما يستوي التمن هنا بعد مرور نص ساعة استوى ما شاء الله، ريحته هيجي ريحة الهيل تفحفح. فهنا بعد ما استوى التمن وتهدر هسه راح أبدي أقلب التمن. صار عندي تمن مفلفل وكل حبة بحبتها ولونين وريحته وطعمه هيك ينأكل وحده كلش طيب. كل كوب تمن خليت له كوب ماي، بس أهم شي إحنا نكون مستخدمين تمن حلو، يكون نوعية زينة بسمتي حبة طويلة، وننقع ساعة واحدة كلش كافي، يعني ما ننقع أكثر، يعني حتى حباية التمن من نطبخها لا تتكسر. وهسه اجى الوقت إن نصب القيمة مالتنا. شوف ما شاء الله قوامها كلش حلو، وطعمها ما ينشبع من عنده كلش طيبة. وطبخنا وياها همينة التمن اللي صاير لونين أبيض وأصفر. وسهمكم العافية يا ربي. إن شاء الله تكونون حبيتوا فيديو اليوم استفادت من عنده. أتمنى تسوون لايك واشتركوا بالقناة، وإن شاء الله أشوفكم بالفيديو الجاي بألف خير وصحة وعافية. مع السلامة.